انرامو وقصص كده وفي مفاوضات مع انرامو برضه المهاجم اللي كان يعني انت بتاكد المفاوضات دي مع انها اتنفت من النادي لا الاهلي؟ انا ما اكدتش بصراحه لان برضه هي اتنفت من النادي الاهلي. لكن اعتقد انها هتبقى صعبه شويه برضه المبالغ هيبقى مبلغه عالي شويه عن النادي طيب الاهلي. خلينا برضو ناخد ارائكم حضراتكم. كابتن محمد فاروق برضو يعني يكون معانا في الموضوع ده. في خبر على الفجر الرياضي نزل من حوالي 4 ساعات، ثلاثي الشباب في اوروبا بعد المونديال، نجمين من امبي في اسبانيا ونجم من الاهلي في انجلترا. الكلام كان عن احمد رفعت وصالح جمعه نجمي امبي ورامي ربيعه نجم النادي الاهلي، ان هم ينتقلوا يعني للانديه الاوروبيه بعد ما حصل رصد ليهم جيد جدا في كاس الامم الافريقيه. انت بتشوف الثلاثي ده ايه بالظبط؟ تابعتهم؟ يعني ان صح الخبر دي اضافه بالنسبه للكره المصريه. يعني انا اذا هتاخد رايي انا ارشح 22 لعيب بتوع المنتخب يروحوا يحترفوا. هو ليفانتي الاسباني بعت فاكس رسمي لنادي امبي عشان يضم صالح جمعه، احمد رفعت وصالح جمعه كمان. وصالح جمعه في خبر في الفجر كاتبين هو نفس النظام. ليفانتي صالح جمعه نفس النظام. لا، صالح جمعه نادي جرناطه الاسباني، انما ال 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 النادي الاخير مانشستر سيتي او ارسنال بالنسبه لرامي ربيعه. يعني احنا كده عندنا نادي ليفانتي ونادي جرناطه بالنسبه للنجمين بتوع امبي، ورامي ربيعه يا اما مانشستر سيتي يا اما ارسنال. بص انا شايف ان الاولاد ديت ظاهرين في ظروف صعبه بصراحه. خلينا واقعيين، الناس ديت تعبت قوي، يعني كانوا اقل حظا من اجيال قبل كده، سواء في الاعداد سواء في الماده سواء في حاجات كتير قوي. يمكن الكابتن ربيع ياسين تحسب له ان هو اشتغل في ظروف صعبه جدا، وزي ما بنقول عمل فسيخ شربات. طبعا الاولاد ديت المفروض ان احنا نحافظ عليهم. الجيل دوت انا توقعاتي الاولاد ديت مع مدرب محترم جدا خلقا وفنيا وعلى مستوى عالي، ان شاء الله ان هو بيعمل لك زرعه كويسه قوي تحصدها قدام. بالذات طبعا بالذات ان انا شايف كمان على المستوى الفني ان المنتخب بتاعنا المنتخب الاول معلش رغم الفوز انا ليا وجهه نظر ان احنا يعني لازم نقلق على المنتخب بامانه. يعني ان فرقه زي زيمبابوي ان انت تحط ايدك على قلبك، الله اعلم بقى في الطريقه في اللعيبه في التدريب. احنا مش هننقد المدربين، لكن انا بنتكلم على المستوى العام ككل. الجيل اللي طالع مع الكابتن ربيع ياسين دوت، لو صح الخبر اللي حضرتك بتقوله وفي احتراف بره، ده هيبقى اضافه ليهم واضافه في نفس الوقت للكره. هو ده مصدر من الفجر الرياضي عشان بس نقول المصدر نفسه يعني. طيب خلينا كابتن سعيد طبعا اكيد عارف كواليس وعارف اخبار، ممكن تقول لنا ايه الخبر وايه الشائعه من كل اللي بيتردد في الفتره الاخيره؟ يعني الهاني سليمان قيل انه خلاص رسمي في الاهلي. انا سمعت ان يعني انا من مصادر قريبه قوي ان الهاني سليمان وقع فعلا النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي حط هاني سليمان ك يعني ايه ستاند باي. يعني ممكن ان هو لو تعاقد مع حارس مرمى اعلى من هاني سليمان ممكن هاني سليمان ما يكونش موجود في النادي الاهلي. لو ليه كابتن حسام بدري طالب ان هو لازم يكون في جول. توقع ازاي كده؟ توقع، ما هو اللعيبه عقده انتهى فري. ايوه لما يوقع يبقى وهل الهاني سليمان قابل الوضع ده؟ لا لو لقى حد اعلى منه يعمل عادي. اصل اللعيب مضى عقد، العقد ده ب 150 جنيه، خلاص تقطع العقد، خد عقدك وامشي. مفيش شرط جزائي مفيش حاجه. طب والكلام اللي حضرتك بتقوله ده هل الهاني سليمان عارفه؟ يعني هل ممكن في لاعب يغامر بمستقبله لا بالشكل طبعا ده؟ هاني سليمان اكيد، انا بقول لحضرتك انا مش متاكد، ولكن انا سمعت من مصادر قريبه من جوه النادي الاهلي ان هذا كان من هاني سليمان فعلا وقع، ولكن النادي الاهلي مضاه على اساس ان هو لو لقى حد افضل من هاني ممكن يتفوق او يجيبه. لكن لو ما لقاش حد افضل يبقى هاني سليمان، لان خاصه في الحاله دي بقى مين من الحراس المرمى اللي في الاهلي على وشك؟ يعني احمد عادل ولا ابو السعود؟ بالتاكيد شريف اكرامي بره الموضوع ده. هو انا اعتقد ان ابو السعود ممكن النادي الاهلي يبيعه، لان سمع ان في جاي له عرض ممكن بيع مش اعاره. ممكن سموحه ده يندرج بقى تحت بند الاستفاده الماديه. لا احمد ابو السعود يعني استفاده ماديه، يعني استفاد ماديا في نفس الوقت يوسع. طب انا مش محتاج ابو السعود، يبقى انا استفاد منه ماديا ابيعه، وقبل ما ابقى ايده في القائمه الجديده، والفلوس دي اجيب بيها حارس مرمى يجي عشان يلعب. اما الحضري كان الحضري المهندس راج عامر نفى المفاوضات معاه، هو محمد بركات واحمد حسن. طب اخبار بركات ايه بالمناسبه؟ بركات انا بقول لحضرتك هيجدد في النادي الاهلي. هيجدد، ممكن يجدد موسم، يعني كل الكلام ده كله بركات هيجدد موسم في النادي الاهلي. طب شريف عبد الفضيل؟ وشريف عبد الفضيل برضه هيجدد في النادي الاهلي، مش هيمشي من النادي الاهلي. طب في اخبار انه لاعب غزل المحله احمد مجدي مفاوضات من الزمالك ومن الاهلي، هل ده حقيقي ولا شائعات؟ لا احمد مجدي لعيبه كويسه جدا ومكسب لاي فريق، سنه صغير كمان. سنه صغير، ولو الاهلي والزمالك دخلوا في منافسه طبعا ما فيش كلام. انا معتقد هتبقى محسومه للنادي الاهلي. يعني النادي الاهلي حاليا جاهز ان هو بيخش في صفقه
لو الزمالك دخل معاه، لو السعر عالي الاهلي اللي هيحسب. طب ايه اللاعب اللي فيه يعني في تحدي ما بين الناديين الاهلي والزمالك عليه؟ هو ما فيش، ممكن لسه زي ما الاستاذ صلاح بتقول، هو ممكن هو احمد مجدي هو اللي الاثنين داخلين فيه طرف شويه. بالظبط. لكن غير كده ما فيش اي حد. لاعبين تانيين. الاهلي بيدور على لعيبه ثانيه يعني، والزمالك لسه حتى وفي احمد تاني بس احمد خيري في الاسماعيلي. أيوة احمد خيري انا كنت لسه عايز اقول لك احمد خيري غالبا هيجدد في النادي في الاسماعيلي. لان احمد خيري خلاص عقده انتهى. لو كان احمد خيري النادي الاهلي مصمم ان هو يتعاقد معاه كان زمانه خلص من بدري. فانا غالبا احمد خيري برضه هيكون في النادي الاسماعيلي، لان في ضغط عليه جامد، واللاعب متمسك بالنادي الاسماعيلي، بس اللاعب عايز يتقدر ماليا كويس، عايز يطمن على فلوسه او مستقبله. لكن اللاعب ده انا حزين عليه ان هو ما راحش اهلي او زمالك. صمو القوسو مهاجم غزل المحله، ده من افضل المهاجمين في مصر، وسنه مواليد 91، انا 21 سنه لسه ما تمش 22 سنه. ده كان من المفروض ان كنت اتمنى كراجل زملكاوي او شغال في نادي الزمالك ان نادي الزمالك يتعاقد مع لاعب بحجم صمو القوسو، غير ان مثلا عندك سيسي عنده 30 سنه، يعني سيسي مش صامو القوسو صغير، كان ممكن بعد كده تجيبه ويلعب معاك وتستفيد منه فنيا وماديا كمان بعد كده. فده من اللعيبه اللي انا فعلا يعني كنت اتمنى انه ينضم لنادي الزمالك. بص يا محمد، هو جابه لنفسه ويقول لك زملكاوي وبشتغل في نادي الزمالك، فهتقول لنا كل اخبار الزمالك. ما فيش اخبار والله. لا يعني النهارده في اخبار انه كابتن ايمن يونس خلاص قاعد مع احمد سمير فعلا خلاص. واحمد جعفر ايه الاخبار؟ احمد جعفر برضه لسه يعني ما تقوليش احتمالات، انت قلت انا شغال في الزمالك وعارف اخبار الزمالك. ما انا برضه انا شغلي في القطاع الناشئين بالنسبه للدكتور محمود، فشغلي كله معاه يعني لكن طبعا ببقى عارف الاخبار، لكن مش هقدر ان انا اطلع اوح بالاخبار دي على الهواء، طبعا هتحسب عليا. ولكن بقول لحضرتك والله العظيم دي حقيقه، احمد جعفر قعدوا معاه وتقريبا حطوا له مبلغ هو رفض، فهيبقى في جلسه ثانيه معاه عشان برضه يحاولوا ان هم يزودوه، يعني يبقى في ايه. طب احمد جعفر احمد سمير خلاص غالبا خلاص الموضوع منتهي معاه كمان، لان احمد سمير كمان داخل على 30 سنه. احمد سمير مش صغير. احمد حسن ممكن يجدد موسم كمان. يعني احمد حسن ان شاء الله غالبا ممكن يبقى موجود موسم كمان مع ما فيش كلام على انه يتجه لبلجيكا هو كان بيقول ان فكره احمد حسن على قد ما هو يعني السن 38 سنه، بس احمد حسن كمان لا عنده يدي، بس قادر ان هو فعلا على الاقل كمان موسم كمان. فان شاء الله ممكن احمد حسن يتم التجديد لموسم كمان. لكن احمد سمير خلاص قصته انتهت. احمد جعفر لسه في الطريق في مفاوضات. طب رؤوف انبي، احمد رؤوف انبي، لا احمد رؤوف انبي هيكمل في انبي، هيكمل في انبي. ده اكيد هيكمل في انبي. كابتن محمد مالكش اي سؤال للكابتن سعيد؟ عشان واضح ان احنا عمالين نستدرك. مش عايز منه طيب لعيبه يعني ممكن يجيب لك لعيبه. انا على طول على الفيسبوك متواصل مع محمد باستمرار. كابتن سعيد من الناس المحترمه احنا حاطينه على جهاز كشف كده النهارده هتمشيني النهارده من النادي. بيتعامل مع جهاز مخابرات ذكي جدا يعني. الله يخليك. لا والله يا كابتن سعيد، يعني احنا على بدايات الموسم يعني انا بصراحه اتفاجئت ان هو وكيل لاعبين يعني. طب انا ما اعرفش ان هو وكيل. لا هو كان وكيل من زمان، بس كان يعني كده في الدرة يعني. لا انا ما كنتش اعرف بصراحه، لكن على بدايه الموسم هنحتاج لعيبه هناك كتير قوي. في نفس الوقت احنا في نفس الوقت عندنا لعيبه في السعوديه والله قسما بالله كسروا الدنيا هنا. كان فيهم سعوديين؟ لا حتى في على كان في دي بقى لونجا، ويمكن انا كلمت خالد الغندور قبل كده عليه ايام ما كان كابتن ابراهيم حسن ماسك مدير كره في نادي الزمالك، وكان الاهلي عايز ديبه. كنت انا ساعتها شغال في نجران، وديبه عندنا في نجران قبل ما يروح الرائد. وكان مستر مانويل كان عايزه وحطت عينه عليه، وللاسف الناس ما اهتمتش يعني. يمكن كابتن ابراهيم حسن ما بيهتموش. ما اهتموا، ولعيب جامد قوي يعني. يرجعوا يهتموا بعد كده. انا جده على فكره بدون قطع كلام يا كابتن محمد، انا عرضت جده على نادي الزمالك من 6 سنين. جده كان معايا في دمنهور، قلت لهم خدوه. في ناس ضحكت عليا في نادي الزمالك والله العظيم، قلت لهم ورحت. وبعدين حصل الخلاف ما بين الاهلي والزمالك عليه، قلت لهم حصلت مصايب. قلت لهم خدوه، خدوا جده. قلت له بيلعب معايا وانا متاكد، وقلت للكابتن حلمي طران عليه، وكابتن حلمي بعد كده قال لي يا ريتني كنت سمعت كلامك. هي القضيه ثقه، قضيه ثقه للاسف. لا كهربا دلوقتي على فكره، كهربا كان وهو ناشئ في النادي الاهلي لغايه وهو عنده 15 سنه، يعني اعتقد بعد تالقه مع منتخب الشباب هيكون هو نجم الموسم اللي جاي. طب يعني انا برضو يهمني حاجه، عشان انت كنت كابتن محمد اتكلمت عن المنتخب الوطني الاول. في وجهه نظر بتقول ان مستر بوب برادلي والجهاز الفني واللاعبين كانوا محطوطين في فتره طويله جدا تحت ضغط، ان كلام كتير بقى وفي اتحاد الكوره، ومستر بوب برادلي هيمشي، لا مش هيمشي، هنجيب كابتن حسام حسن، لا مش هنجيبه. وحصل يعني احداث كتيره جدا ادت للتوتر اللي ظهر بيه المنتخب بالشكل ده. انت مع وجهه النظر دي، ولا وجهه نظرك لا ان المنتخب اداؤه هزيل؟ لا انا لما اتكلمت بشكل فني. في بعض المدربين، يمكن انا اقل المدربين، يعني مش هنقد حد، لكن انا بقول انا اقل المدربين، لكن انا بتكلم بشكل فني.
هي قصه ان العب 4-5-1 او 4-4-2 ما بقتش قران. احنا عندنا دفاع عالي قوي 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 فوق ما تتخيل في خط الدفاع عندنا وفي الاثنين المحاور بتوع نص الملعب. ولو رجعت لشريط المباراه ان ممكن تتضرب في دبل باص في ثانيه، تبص تلاقي ان عبد الواحد لوحده كان قبليه عصام الحضري لوحده، أيوة تلاقيهم أيوة. بيصرخوا ورا. طب انا مش قران ان انا لازم العب 4 ورا، انا العب على قد امكانيات لاعيبتي. يعني مفيش مشاكل، انا وجهه نظر المتواضعه مفيش مشاكل ان انا اسقط واحد يلعب ليبرو تحت الاثنين المساكين، بما ان انا شكل المنتخب وبالذات في الشوط الاولاني لا ليه شكل هجومي ولا ليه شكل دفاعي. يعني لا انت اللي بتهاجم ولا انت اللي بتدافع. والحمد لله يمكن لو برضو رجعت لشوط المباراه احنا ربنا كرمنا ان في كوره او اتنين كان ممكن تغير نتيجه المباراه خالص، وكانت بقت مشكله بالنسبه لنا. فرقه زي زيمبابوي دي ان هي تحرجك عندك في مصر، امال لما هتطلع بقى وتقابل نيجيريا وتقابل الكاميرون وتقابل تونس وتخش في المعمعه الجامده تعمل ايه وانت على نفس المستوى؟ وتبص دايما يا كابتن سعيد انت راجل لعيب كوره وعارف، وائل مع واحد والراجل الثاني اللي هو نجيب كان محمد نجيب 2 على 2 دايما، والاثنين ما عندهمش سرعات وما فيش سرعات. طب انا ليه بلعب 4؟ انا ليه بلعب 4 وبعدين ابدا اصلح امتى؟ لما اتضرب جون او اتضرب جونين. انا كان نفسي بس بدون يعني تكلم كابتن محمد ان انا كنت اتمنى بعد الهدف اللي احنا حرزناه الاولاني ان كان لازم ينزل حد ساقط في ورا وائل جمعه ومحمد يعمل عمق في الملعب، يعمل عمق، لان كمان كنا احنا يعني في كور كده بتحس التسللات الراجل ينفرد ممكن ثانيه واحده جول اللعيب ده مأخر سنه تحت اخر واحد مش هيبقى تسلل، هيروح انفراده ويجيب جول. بس ده كان هيكون على حساب الجانب الهجومي يا كابتن سعيد. ما انت ما كنتش بتهدي ما هو ما كانش ينفع ان احنا حاطط ناس كتير جدا يبقى في تراجع بالشكل ده وقاعد زياده. كابتن سعيد بيقول لما جبنا الجول لما كنا خلاص انت اتقدمتي خلاص ابدا امسكي نص الملعب شويه. التقدم بهدف ده نتيجه خادعه جدا، ما انت ممكن في اي لحظه. انا قصدي ان المنتخب ما كانش في المود يعني انت من الفرقه مش فايقه، لو الفرقه فايقه وعندها واللعيبه فايقه. طب انت مع انه كان في توتر ولا مع ان في مشاكل؟ لا الاثنين الاثنين وغير كده كمان ان كمان اللعيبه خارج الفورمه كمان. بس لما كان في تدارك للامور ونزل بعد كده احمد فتحي مكان محمد ابراهيم واحمد عيد نزل بعد كده، التغييرات كانت جيده وسط الملعب المشكله او الخلل اللي كان فيها تم تداركه وصلنا اكتر من مره. ظبط الشويه. لكن قصدي ايه ان احنا مثلا انت دلوقتي جبنا جون وكان تقريبا زي تعادل في الدقيقه حوالي 20 او 25 حاجه زي كده، والفرقه عندنا مش اللعيبه مش فايقه جوه الملعب. يبقى انا اعمل ايه؟ احاول ان انا امن نفسي شويه، لان لو الفرقه فايقه مفيش مشكله ممكن العب وهاجم وعندي ناس مفيش مشكله، لكن المشكله ان انت مش فايق في اليوم ده بره المود بتاعك. فكنت امن نفسي على الاقل. تحديدا المنتخب ده عامل لك عقده اللي هو زيمبابوي من ساعه ما خرجنا في كده مع الكابتن جوهر. مع احترامي لحضرتك بالنسبه اضافه بالنسبه للسؤال اللي بتقوليه التغييرات، احنا لازم نشكر مدرب زيمبابوي لان هو كمان عمل تغييرات اضافت لينا احنا، خرج لعيبه اضافت لينا. هو طلع 2 لعيبه عندهم سرعات عاليه جدا وكانوا عاملين لنا مشاكل. مظبوط. يمكن ده هو اللي قلب عليه الملعب. يمكن مش تغييراتنا احنا اللي كانت مؤثره بالشكل اللي ظهر عليه المنتخب في الشوط الثاني، قد ما كانت التغييرات بتاع المدير الفني لمنتخب زيمبابوي هي اللي افادتنا احنا كتير، ده على المستوى الفني. تمام. معلوم لسه في وقت لغايه ان شاء الله يونيو لغايه 7 باذن الله. اهم حاجه احنا كسبنا اهم حاجه الماتش ده ان احنا خدنا بنتكلم عليه فنيا، احنا بنتكلم نعالج الاخطاء ومتربعين على عرش المجموعه 9 نقاط فلسه في وقت ان شاء الله. بس احنا مش احنا بنتكلم، احنا نتمنى ان منتخب مصر طبعا كل خير، لكن احنا بنتكلم مش عايزين الفوز يخلينا نتناسى الاخطاء اللي احنا فيها، لا عندنا او ما ناخدش بالنا من ان احنا تصنيفنا في التصفيات النهائيه هيكون متقدم، مش هيكون مش هنتاخد على راس مجموعه. انا اقصد كده يعني فاحنا هنواجه فرق صعبه جدا أكيد. جدا، فلازم يعني تصلح من شأنك من دلوقتي، لازم تشتغل على نفسك من دلوقتي، والا هيبقى مستواك بعيد عن ناس كتير قوي. طيب من المنتخبات بقى عشان نستغل الوقت وجود حضراتكم معانا نروح للانديه. الزمالك كابتن سعيد ومباراته اللي جايه امام بيتا كلوب والنتيجه اللي لا غير الاسماعيلي هنتكلم عنها طبعا مباراه الدوري لكن مباراته اللي جايه في افريقيا قلقان على النتيجه اللي كانت هنا في مصر ولا شايف انها محطه سهله هيتخطاها الزمالك بسهوله ظل تغيير ميعاد المباراه بره مصر في الكونغو؟ شايفها ازاي وحظوظ الزمالك ازاي؟ طبعا الزمالك كسب هنا 1-0 يمكن مش عايز اقول بصعوبه. المباراه كانت هنا الزمالك ما كانش في المستوى يعني المستوى اللي هو ماشي فيه في الدوري، الزمالك كان في الدوري افضل من مباراته في ما اطمنش نتيجه 1-0 ما اطمنش طبعا، ولكن ان شاء الله انا متفائل ان نادي الزمالك ممكن على الاقل يعمل تعادل هناك باذن الله ان شاء الله. الهدف ده هيفرق معانا كتير، يعني انت لو كسبت 2-1 لا 1-0 افضل من 2-1. فدي برضو بس يعني ما يلعبش على التعادل، يلعب على المكسب. لو جبت تعادل يبقى كويس. المباراه دي بتبقى طبعا دي بقى مباراه
المدير الفني بيبقى له دور كبير جدا في المباراه دي، ازاي طريقه اللعب، ازاي ان انا اقدر اشوف الفريق المنافس. هيبقى في انا بقسم المباراه على 3 اجزاء. اول 30 دقيقه بعمل ايه، ثاني 30 دقيقه بعمل ايه، لازم ابقى اقسم المباراه. ده شغل المدير الفني بيبان في المباريات دي اللي هي نتيجتها معلقه، ان انا خارج العب بره الملعب ازاي، انا التشكيل اللي انا اقدر العب بيه، طريقه اللعب اللي هلعب بيها، ازاي احط في دماغي التبديلات اللي هتبقى بره، ازاي التغييرات برده ببقى عامل حسابه قبلها، ممكن استعين بمين. ف مستر فيرا هيبقى عليه عامل كبير جدا، والجهاز الفني اللي معاه اسامه نبيه والجهاز الفني، ان ازاي ان هو يقدر يدير المباراه دي. مباراه صعبه جدا، بنلعب منافس قوي وعنيد وقوي، عنده لياقه بدنيه عاليه جدا، عنده سرعه، عنده قوه. ولكن انا يعني برضو الفريق ده يعني حاجه ممكن تريحنا شويه، ان ما عندوش شراسه هجوميه. يعني هو بيلعبوا في نص ملعب كويس، ممكن بيدافعوا كويس، عندهم حارس مرمى الى حد ما كويس، ولكن الناحيه الهجوميه عندهم مش في عقم تهديفي، في عقم تهديفي. فدي ممكن يعني ايه، مش يعني عايزين تبقى نستغلها كعامل ايجابي. نعم. مش عايزين نستغلها كعامل سلبي، نقول لا احنا خلاص ده مش هيجيبوا جوان، احنا ممكن لا. هي دي النقطه اللي يعني اللي احنا ممكن تريحنا شويه، ان هو لكن ما على عندهمش ارضهم حد بيجيب جول. بين جماهيرهم كابتن محمد شايف ان المباراه ممكن يكون ليها ابعاد ثانيه، يعني والله مهم انا قوي الحذر فيه. برضه نتكلم بشكل فني عن المباريات اللي زي دي، اتكلم كمدرب. انا اللي قلقني فيها جدا التحكيم. التحكيم في افريقيا سيء جدا، بس ونتيجه 1-0 حاليا بقى افضل من الاول بكتير بصراحه. والله كابتن سعيد، يعني انت على حسب نتيجه 1-0 تقلقك قوي. فانا لو مدير فني نادي الزمالك، اول حاجه هشتغل عليها كابتن، انا لازم اجيب هدف. انا هنسى نتيجه 1-0 وانسى النتيجه دي. نفس كلام اسامه نبيه كان معايا. اسامه نبيه الهجوم هيكون افضل، لازم اجيب هدف. اسامه نبيه قال لي نفس الكلام، قال لي انا بلعب ان احنا بنلعب ان احنا لازم نجيب جول من البدايه. لان لو جبت هدف صعبت عليهم، لازم هم يجيبوا 3 اهداف، ونادي الزمالك ما يخشش فيه 3 اهداف هناك. فانت لو جبت هدف مبروك عليك الصعود. الصعود. بس الخوف من الاندفاع الهجومي في البدايه، لا مش اندفاع، بتركيز على حساب التمرير الدفاعي. لا انا بقول لما اقول ان احنا عايزين نجيب هدف، دايما انا اقول لفرقتي الفرقه اللي دايما بتكسب هي اللي بتدافع كويس. طبعا مش اللي بتهاجم كويس، اللي بيدافع كويس هو اللي بيكسب. طب قصه الامصال، يعني قرينا الصبح ان في امصال خدوها فرقه الزمالك، ملاريا لا طبيعي انت عارف لا الحاجات دي ما تعملهمش سخونيه مثلا ممكن تؤثر في ادائهم، ولا بيكون اثرها يعني انتهت قبل المباراه؟ معاهم واحد اخصائي اكيد هو فاهم في الموضوع ده، اكيد ان هو عنده خلفيه، ومش هتفوت عليه حاجه زي كده يعني. اكيد بياخدوها قبل ما يسافروا، طبعا معروف مدتها بتبقى يعني بتنتهي مفعوله، بتنتهي للاثار الجانبيه او الاثار السلبيه. كابتن محمد، نروح بقى الاهلي وتذكر الكيني ومباراته الاولى هناك في نيروبي في كينيا، قدر ان هو يعمل نتيجه ايجابيه جدا ويفوز 2-1، وعوده لعماد متعب، وكان شكل جيد للفريق. شايف برضو حظوظ الاهلي في المباراه اللي جايه هنا بقى في مصر؟ لا اعتقد بالنسبه للنادي الاهلي المباراه بالنسبه له هتبقى زي نزهه، واحنا طبعا مش بنقول كده يعني، بس مش قوي يعني. مش بنقول كده استهانه بالخصم، لكن النادي الاهلي نادي بطوله، وبيعرف ازاي يتعامل، وفي احلك الاوقات بيقدر ان هو يعدي. النادي الاهلي نادي كبير، والنتيجه اللي عملها هناك اكبر دليل على كده يعني. فاعتقد ان في استاد القاهره ان شاء الله يهدينا الفوز يعني، واحنا في امس الحاجه. مش في استاد القاهره للاسف يعني اعتقد ان في مصر عموما. لا ولا ضمن، لا ما فيش كلام يعني احنا بنتكلم بلغه الكوره بقى. المباراه صعبه يعني، ما نستاهلش نحترم الخصم بس المباراه خلاص يعني، الموضوع انتهى ان شاء الله. الاهلي خلاص صعد رسمي يعني. الكوره تقول ان الاهلي يكسب. طبعا. امبي ضمن برضه كابتن سعيد. لسه كنت هقول امبي. ايوه كنت زعلان مني نوع امبي ده من الصوت. امبي بقى عايزين نركز. طب انت قول امبي بقى براحتك. يعني امبي بصراحه الكابتن طارق العاشر عامل تيم كويس جدا، وهو ماشي عامل اداء ثابت ومتميز وفي الدوري. ولكن مباراه امبي بسم الله ما شاء الله، بس عشان تسليط الضوء ساعات بيضايق كابتن طارق. ولكن مباراه امبي طب ما قالش ما شاء الله ساعه ما كان بيتكلم على الاهلي، ما انت يعني برضه عشان بقى لا عشان على اساس ان احنا قلنا الصبح ان امبي مش متسلط عليه الضوء، وبالتالي كابتن طارق بيعمل في هدوء وكده يعني. بس بسم الله ما شاء الله يعني. مفيش خشب. لا ماليش في قصه فتح الخشب ده، ما بقتنعش بيه. لا امبي بصراحه ما شاء الله عامل اداء كويس الفتره اللي فاتت. ولكن انا برضه شايف ان مباراه امبي النتيجه برضه الى حد ما برضه مش يعني ممكن ما تطمنش قوي. لان جورماهيا الكيني ده على فكره من فرق القمه هناك في كينيا. قبل كده جورماهيا الكيني طلع نادي الزمالك قبل كده. بس النتيجه ما كانتش قليله يعني يا كابتن. يعني ما 3-0 والله. جورماهيا كيني من الفرق اللي هي تقدر انها ممكن تعوض، تعمل سكور يعني. جورماهيا كيني غير جورماهيا دايما غير تذكر. انا وجهه نظري جورماهيا قبل كده طلع الزمالك كان كسبان هنا في 2-0 هنا او في الثمانينات، في اخر الثمانينات تمام، كسب الزمالك. لكن تذكر من الفرق يعني ان النادي الاهلي كسب بره، لكن في فرق ان انت كسبت جوه، انك كسبت عندك، فاهمني؟ فما هتلعب في كينيا
هتبقى المباراه مش سهله. فممكن قبل كده مره حرس حدود مش عارف كان فرقه كسبت هنا 4 او حاجه وخسرت بنفس الطريقه بره هناك. ايوه ده حصل فعلا وطلع. فالمباراه لا المباراه بس هو اكيد كابتن طارق عنده الفكر ان هو فاهم ان ممكن وانبي قبل كده انا فاكر خسر برضه من خرج بطوله افريقيا، كان كسب هنا في مصر بسكور عالي من حوالي سنتين، وخسر بره بنفس النتيجه وطلع بضربات الجزاء او خسر بسكور اعلى كمان. فمباراه جورمايا فريق جورمايا من الفرق اللي عنده خبرات افريقيه قديمه. فانا وجهه نظر النتيجه ما تطمنش الى حد ما. طيب عشان احنا بس وقتنا انتهى، بس عندنا مشكله لازم نتكلم عن الاسماعيلي عشان بس ما نبقاش اتكلمنا على الفرق الثلاثه ونسينا. احنا خلاص فرق الدوري. الاسماعيلي عنده يعني فرصتين في بطولتين ان شاء الله. البطوله العربيه خلاص قرب بشكل كبير جدا يوصل للنهائي، وكمان محطته طبعا في دور ال 32 في الكونفدراليه. كابتن محمد نقول على الكونفدراليه الاول. انا شايف بسم الله ما شاء الله ان النادي الاسماعيلي ماشي بشكل كويس قوي، مستواه ثابت، عنده مجموعه من اللعيبه عندها من الخبرات ما يكفيها ان هي تنافس في البطولتين. نغمه ان احنا ضغط مباريات وكده، انا شايف ان ديت حاجه ايجابيه بالنسبه للعيبه، ما هياش حاجه سلبيه، عشان ما يطلعش البعض ويقول ايه اللعيبه محطوطه تحت ضغط وبيلعبوا كل 3 أو 4 ايام. حضرتك بتقول عندهم خبرات ولا هيكتسبوا خبرات؟ لا يعني انا شايف انت شايف ان عندهم خبرات 60 70% من لعيبه من تيم نادي الاسماعيلي دلوقتي عندهم خبرات. وبرضه ارجع واقول لحضرتك ان ضغط المباريات في ظل توقف الدوري الفتره اللي فاتت الكبيره ديت، اعتقد ان ديت حاجه ايجابيه بالنسبه لهم مش حاجه سلبيه، واعتقد ان هم عندهم فرصتهم في مباراه اتحاد العاصمه الجزائري كبيره. لا فرصتهم التعادل السلبي نتيجه وحشه جدا. يعني مش وحشه جدا لا هي كويسه، ولكن النتيجه تقلقك في العوده. لكن في افريقيا لانك لازم تجيب جونين، لانك لو جبت جول ممكن مش مطمن ودخل فيك جول 1-1 هتطلع، فلازم على الاقل تجيب جونين. ما تلعبش على 1، بتلعب على انك تجيب جونين. افريقيا في الكونفدراليه الفريق الثاني بقى جاي يلعب على انه يجيب جون، فهو عنده هدف واحد. انت بتبقى مقلق مش عارف تعمل ايه، بتلعب على انك تجيب جون ما بتبقاش مطمن، عايز تجيب الثاني وبرضه قلقان. 0-0 هتلعب ضربات جزاء بالنسبه للاسماعيلي، لكن الفريق الثاني جاي في دماغه ان هو لازم يجيب جول. يعني عايز يجيب جول عشان يلحق، ليه؟ لانه ممكن في اخر لحظه يخش في جول يتلط يقول لك لا. فلو جاب جول بالنسبه له هو هيفرق معاه كتير جدا في المباراه. فالمباراه الاسماعيلي اعتقد انها المباراه ان شاء الله كل التوفيق لمنتخب الشباب ان شاء الله في مباراه غانا. يا رب باذن الله، والفرق المصريه الاربعه في البطولات الافريقيه والاسماعيلي في البطوله العربيه. متفائلين ان شاء الله. ان شاء الله محتاجين نفرح والله. محتاجين نفرح والرياضه بصراحه هي اللي بتفرحنا دلوقتي. الرياضه اللي كان واقفه ولكن ما فيش نشاط، ما فيش كوره. ادي الكوره دلوقتي هي احسن حاجه شغاله. ادي الكوره فاكر لما احنا عملنا نتخانق وطنت عصبي، الحمد لله الدنيا رجعت. لا ان شاء الله. والترايثلون شغال برضه، الثلاثي شغال وعامل نتائج زي الفل على فكره. مين؟ رياضه اسمها الثلاثي. لا والطايره والسكواش والتنس ويعني كله شغال على فكره. الحمد لله كله شغال والامور ماشيه زي الفل، ما فيش اي مشاكل ولا شفنا بقى لك اقتحامات ولا شفنا، الامور زي الفل والله الحمد لله، مفيش اي مشاكل. ربنا يكملها على خير. بص وليد عبد الجليل بيسلم عليك بيقول لك الفقره خلصت عشان هو بيقول ماشي.